السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللي بيحصل ده النهارده وامبارح من الفنان عمرو دياب حاجه غير مشرفه وغير لائقه من فنان مفروض بالناس بتاخده قدوه ليهم وبيتعلموا منه، المفروض يتعلموا منه الادب، وهو مصدر لناس كتير ان هما بياخدوا الموضة منه، ياخدوا اللبس منه. فهو انه يتعامل بسذاجة وبطريقة غير لائقة مع محبينه. ازاي الناس هتتعامل معاه بعد كده؟ ازاي هو انت عشان الراجل ده انت متعرفوش وهو من الطبقة المتوسطة او بالطبقة الفقيرة، لو واحد من المشاهير او واحد من اصحاب الفرح اللي هم مفروض جايبينك بفلوسهم عشان تروح تغني وتقول كلمتين وتمشي، لازم تحترم كل المعزومين في الفرح وما تضربش حد. انت مش اندرتيكر ولا جون سينا ولا انت انسان زي اي انسان. مطلوب منك ان انت تعتذر للراجل ده وتديله حقه تالت ومتلت يا فنان. وده حركة ما تتعملش من الناس اللي اصلهم فلاح، مش شرقية، اهل الكرم، اهل الخير. يعني كنا فاكرين ان انت عشان من الشرقية هتعامل الناس كويس وبأخلاق احلى من كده وتقابل الناس بطريقة كويسة، لكن انت عشان واحد من معجبينك يطلع عايز يتصور معاك، يعني انت ما تستاهلش ان هو يتصور معاك. خليك مع الناس اللي شبهك، وبكرة هتندم على الحركة اللي انت عملتها مع الغلبان.